من الطبيعي إن الواحد يحس بتوتر في مواقف اجتماعية معينة. على سبيل المثال ممكن الخروج في موعد عاطفي أو إلقاء عرض تقديمي يسبب توتر كبير. لكن في حالة اضطراب القلق الاجتماعي أو اللي بيتقال عليه أيضا الرهاب الاجتماعي، إن حتى التعاملات اليومية تسبب لك قلق وارتباك وشعور بالإحراج من الخوف في إنك تبقى محل مراقبة أو حكم سلبي من الناس. أهلا وسهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم خربشات في العقل، وهنتكلم في موضوع مهم جدا وهو الرهاب أو الخوف، أو بمعنى آخر القلق الاجتماعي. لما الواحد يصاب باضطراب القلق الاجتماعي بيخلي شعوره بالخوف والقلق إنه يعزل نفسه عن الناس، وده ممكن يأثر على حياته. وكمان الضغط الزيادة ممكن يأثر على علاقاته أو نشاطاته اليومية الروتينية أو شغله أو مذاكرته أو أي نشاط تاني. من المحتمل أن اضطراب القلق الاجتماعي يبقى من المشاكل النفسية المزمنة، اللي إن تعلم مهارات التأقلم والعلاج النفسي وأخذ الأدوية ممكن يساعد على كسب الثقة وتحسين القدرة على التفاعل مع الناس. طب إيه هي الأعراض؟ مش شرط إن الشعور بالخجل أو مش مرتاح في موقف معين يبقى مؤشر على اضطراب القلق الاجتماعي، وخصوصا عند الأطفال. لكن مستويات الراحة في المواقف الاجتماعية تختلف حسب سمات الشخصية وتجارب الحياة. فبعض الناس بيبقوا متحفظين طبيعيا، والبعض التاني بيبقى أكثر انفتاحا. وبتشمل علامات اضطراب القلق الاجتماعي الخوف والقلق والعزلة بطريقة بتأثر على العلاقات مع الناس أو النشاطات اليومية أو الشغل أو المذاكرة أو أي نشاط تاني. وعادة بيبتدي اضطراب القلق الاجتماعي في أول مرحلة المراهقة أو نصها، مع أنه ممكن يبتدي أحيانا عند الأطفال الأصغر سنا أو الكبار. هنتكلم عن الأعراض الوجدانية والسلوكية. من الممكن أن علامات وأعراض اضطراب القلق الاجتماعي تشمل الخوف من المواقف اللي الناس ممكن تحكم فيها عليك حكم سلبي، أو القلق من إحراج أو إهانة نفسك، أو الخوف الشديد من التعامل مع الغرباء أو الكلام معهم، أو الخوف إن الناس تلاحظ إنك بتبان قلقان. أو في كمان أعراض جسدية ممكن تظهر عليك تخليك تحس بالإحراج، زي احمرار الخدود أو العرق أو الرعشة أو ارتجاف الصوت. تجنب عمل حاجات للناس أو الكلام معاهم خوفا من الإحراج. تجنب مواقف اللي ممكن تبقى فيها مركز اهتمام. وكمان القلق الزايد قبل نشاط أو حدث بتخاف منه. والخوف أو القلق الشديد وانت في مواقف اجتماعية. تقييم أدائك واكتشاف العيوب اللي حصلت في تعاملاتك بعد أي موقف اجتماعي، أو توقع أسوأ النتائج الممكنة بسبب تجربة سلبية اتعرضت ليها في موقف اجتماعي. الأطفال ممكن يعبروا عن قلقهم من التفاعل مع الكبار أو أقرانهم بالبكاء أو نوبات غضب أو التعلق بأهلهم أو رفض الكلام في المواقف الاجتماعية. نوع اضطراب القلق الاجتماعي المرتبط بالأداء بيبقى في شعورك بالخوف والقلق الشديد وانت بتتكلم أو بتقدم عرض قدام الجمهور، مش في الأنواع التانية من المواقف الاجتماعية الأكثر انفتاحا. وهنتكلم عن الأعراض الجسدية. من الممكن أن أعراض وعلامات جسدية تصاحب اضطراب القلق الاجتماعي أحيانا، زي احمرار الخدود، تسارع ضربات القلب، الرعشة، التعرق، اضطراب المعدة والغثيان، صعوبة في التنفس والدوخة والدوار، أو الشعور أن عقلك فاضي تماما وتوتر العضلات. تجنب المواقف الاجتماعية الشائعة. لو حد مصاب باضطراب القلق الاجتماعي من الصعب عليه تحمل التجارب اليومية العادية، زي التعامل مع ناس مش معتاد عليهم أو غرباء، حضور الحفلات أو اللقاءات الاجتماعية، إنه كمان يروح للشغل أو المدرسة، بدء محادثات مع الناس والاتصال البصري، دخول غرفة فيها ناس قاعدين بالفعل، أو رجاع منتجات للمحل، أو أكل قدام الناس، أو استخدام مرحاض عام. من الممكن إن أعراض اضطراب القلق الاجتماعي تتغير مع مرور الوقت، إلا إنه من المرجح إن القلق هيفضل موجود على المدى الطويل لو ما خدتش علاج. طب إمتى أروح للدكتور؟ لازم تروح لدكتور أو أخصائي صحة نفسية لو كنت بتحس بالخوف أو بتتجنب المواقف الاجتماعية العادية عشان بتسبب لك شعور بالإحراج أو القلق أو الهلع. طب إيه هي الأسباب؟ من المرجح إن سبب اضطراب القلق الاجتماعي زي غيره من المشاكل الصحية النفسية بيرجع لتفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والبيئية. والأسباب المحتملة بتشمل الصفات الوراثية، والاضطرابات غالباً بتكون موروثة في العائلات، مع إنه مش واضح تماماً كمية اللي بيجي من عوامل وراثية أو كمية اللي بيجي من سلوك مكتسب. البيئة كمان ممكن عامل مهم جداً، لأنها بتكون من ضمن أسباب اضطراب القلق الاجتماعي.
يكون سلوك مكتسب، فبعض الناس ممكن تصاب بقلق شديد بعد موقف اجتماعي محرج أو مش مريح. من الممكن بعض العوامل تزيد احتمالية الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي، زي التاريخ العائلي. احتمالية الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي بتزيد لو آباك أو إخواتك مصابين بالحالة دي. والتجارب السلبية، احتمالية الإصابة بالاضطراب ده بتزيد كمان بين الأطفال اللي بيتعرضوا لمضايقات أو استهزاء أو إهانة. وبالإضافة لكده الأحداث السلبية التانية في حياتهم زي الخلافات العائلية أو الصدمات أو الانتهاكات ممكن ترتبط بالإصابة بالاضطراب ده. المزاج، احتمالية الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي بتبقى أعلى بين الأطفال اللي بيحسوا بالخجل أو الرهبة أو الانطباع أو التقيؤ تجاه مواقف جديدة أو لما يقابلوا ناس جديدة. أعراض اضطراب القلق الاجتماعي بتبتدي تظهر لما الشخص يوصل لسن المراهقة، لكن لما يقابل ناس جداد أو يلقي خطبة قدام الناس أو يقدم عرض تقديمي مهم ده ممكن تسبب ظهور الأعراض لأول مرة. المضاعفات، اضطراب القلق الاجتماعي ممكن يسيطر على حياة الشخص لو ما خدش علاج، ومن ممكن ينتج عنه اضطرابات أخرى زي تراجع الثقة في النفس، صعوبة في اتخاذ القرارات أو الكلام السلبي مع النفس، والحساسية الشديدة للنقد، ضعف مهارات التواصل الاجتماعي، الانعزال وصعوبة تكوين علاقات اجتماعية، وضعف الإنجازات الأكاديمية والوظيفية. والإدمان زي الإفراط في شرب الكحول والانتحار أو محاولة الانتحار. كتير بيكون اضطراب القلق الاجتماعي مصحوب بأنواع تانية من اضطرابات القلق وبعض اضطرابات الصحة النفسية، خاصة الاكتئاب الشديد ومشاكل تعاطي المخدرات. وأخيرا من النصايح المفيدة للتعامل مع حالات الرهاب الاجتماعي هو عدم الضغط على المصاب لمواجهة مواقف لا يشعر بالارتياح تجاهها، تشجيعه على المشاركة في المحادثات والأنشطة الاجتماعية لكن بالتدريج، ومساعدته على بناء ثقته بنفسه من خلال التركيز على نقاط القوة لديه، تقديم الدعم المعنوي والطمأنة أثناء مواجهة المواقف الاجتماعية. ما تخافش من بكرة وأنا معاك، أنا هبقى دايما واقفة وراك، وعمري ما هقولك مليت، وزي ما عايزنا أنا عايزاك، لو بعد 100 سنة هستناك، ومش هحس إن أنا ضحيت. ما تخافش من بكرة وأنا معاك، أنا هبقى دايما واقفة وراك، وعمري ما هقولك مليت، وزي ما عايزنا أنا عايزاك، لو بعد 100 سنة هستناك، ومش هحس إن أنا ضحيت. أقف تاني على رجليك، مش عيب ده ما يقعش إلا الشاطر، اجمد قوي أنا مؤمنة بيك، هنكمل المشوار للآخر. أقف تاني على رجليك، مش عيب ده ما يقعش إلا الشاطر، اجمد قوي أنا مؤمنة بيك، هنكمل المشوار للآخر. اتخلقت الدنيا في كذا يوم، والشاطر اللي يقع ويقوم، أنا قلت ده وهفضل أقوله، اطمني. وهكذا قد يكون انتهى حديثنا عن الرهاب الاجتماعي. شاكرة لكم حسن المتابعة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه النصائح والتوجيهات. وفي النهاية احنا عايزين نوجه رسالة أمل وتفاؤل لكل اللي بيعانوا من مشاكل صحية نفسية، مهما كانت صعبة مفيش مشكلة ما بتتحلش بالعلاج الصحيح والعزيمة، ساعتها بس هتقدر تستمتع بحياة طبيعية وسعيدة بعيدا عن المرض. شكرا لكم على متابعة حلقات البرنامج وتفاعلكم معنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي وتقديري للجميع.